في كثير من الأحيان يخطئ الناس في تفسير الطيبة على أنها ضعف. يظنون أن الشخص الذي يسامح بسهولة ويتغاضى عن الأخطاء ويساعد من حوله بلا مقابل هو شخص ضعيف لا يعرف كيف يدافع عن نفسه ولا يدرك قيمة ذاته. والحقيقة أن هذا الفهم السطحي للأمور لا يعكس جوهر الطيبة، بل يظهر جهل البعض بمعدن النفوس الراقية. الشخص الطيب يمتلك قدرة هائلة على التحكم في انفعالاته والتسامح مع من أساء إليه وتقديم الحب حتى لمن لا يستحق. هناك فارق عظيم بين الطيبة والسذاجة. الطيب يعرف جيداً ما يدور حوله ويدرك حقيقة الأشخاص الذين يتعامل معهم، لكنه يختار أن يكون حسن النية، يختار أن يعطي فرصة بعد فرصة، لأنه لا يحب الظلم ولا يجيد القسوة. أما الساذج فهو من يخدع بسهولة ولا ينتبه لعلامات التحذير ولا يقرأ مواقف الحياة كما ينبغي. وأنا وأمثالي ممن يملكون قلوباً طيبة لسنا سذجاً كما يظن البعض. نحن ندرك جيداً من يستغلنا ومن يستهين بنا، لكننا كنا نعطي لأننا لا نعرف أن نعيش إلا بقلوب نقية. مرت بنا مواقف كثيرة جعلتنا نفهم الدرس بطريقة مؤلمة. أعطينا كثيراً لكن لم يقدر عطاؤنا. وقفنا مع أناس في أوقات صعبة لكنهم تركونا عندما احتجنا إليهم. سامحنا مرات ومرات لكنهم لم يتوقفوا عن الأذى. تعلمنا بعد سنوات من الطيبة المفرطة أن هناك قلوباً لا تعرف معنى التقدير، وأن هناك عقولاً تعتبر التسامح ضعفاً، وأن هناك من لا يفهمون إلا لغة القسوة والحدود. تعلمنا أن الطيبة بدون حدود تدمير للنفس، وأننا بحاجة لرسم خطوط واضحة تحمي قلوبنا من الاستنزاف. متى تكون الطيبة خطيئة؟ الطيبة تتحول إلى خطيئة عندما تضعها في غير موضعها، عندما تقدمها لمن لا يستحق، عندما تبرر الإساءة وتسمح بتكرارها. الطيبة لا تعني أن نسمح لأحد أن يتجاوز حدود احترامنا، ولا تعني أن نصغي دوما لمن يقلل منا أو يستغلنا. الطيبة لا تعني أن نطفئ أنفسنا لننير حياة الآخرين. أنا لست ضعيفا كما يظن البعض، بل أنا قوي، لكنني اخترت أن أظهر طيبتي. اخترت أن أسامح لأنني أمتلك القوة التي تجعلني أستطيع أن أؤذي، لكنني لا أريد أن أؤذي. أنا لست ضعيفا، لكني كنت أعطي أكثر مما يجب وأصبر أكثر مما ينبغي. كنت أبرر وألتمس الأعذار حتى في أوقات لا يوجد فيها عذر. لكن الآن أنا أراجع حساباتي. لم أعد أسمح لأحد أن يسيء لي ثم يجدني بجانبه كأن شيئا لم يكن. لم أعد أفتح أبوابي لكل من يطرقها، ولم أعد أبرر قسوة الآخرين بحجة أن هكذا طبعهم. أنا الآن أعلم أن الطيبة لابد أن تكون محكومة بعقل يضع حدودا واضحة. الطيبة الحقيقية قوة. أن تكون طيبا فهذا يعني أنك تملك قلبا نظيفا لا يعرف الحقد ولا يحمل الكراهية. لكن الطيبة الحقيقية تعني أيضا أن تعرف متى تتراجع، متى تغلق الأبواب، متى تحمي نفسك. الطيبة هي أن تبتسم رغم الألم، أن تقدم رغم الجفاء، لكنها لا تعني أن تكون أضحوكة في أعين من لا يعرفون قيمة النبل. الشخص القوي ليس من يرد الإساءة بإساءة، بل من يمسك نفسه عند الغضب، لكنه لا يسمح بتكرار الإساءة. رسالة لكل من استغل طيبتي. إلى كل من ظن أن طيبتي كانت ضعفاً: أنتم لم تعرفوني جيداً. أنتم رأيتم اللين لكنكم لم تروا القدرة على القسوة. رأيتم التسامح لكنكم لم تروا متى أغلق الأبواب بلا عودة. رأيتم العطاء لكنكم لم تدركوا أنني أستطيع أن أصبح غريباً في لحظة. أنا لست ضعيفاً، أنا فقط كنت أعطيكم أكثر من حقكم. أنا لست ضعيفاً، لكنني كنت أجاهد لأبقي على علاقة طيبة حتى لا أكون مثل بقية القلوب التي لا تعرف سوى القسوة. تحتاج أن تكون طيباً لكن بوعي، كريماً لكن بحساب، حنوناً لكن مع من يستحق. تعلمت أنني لا أحتاج أن أغير نفسي، لكنني بحاجة أن أغير الأشخاص الذين أفتح لهم أبوابي. تعلمت أنني لست بحاجة أن أكون قاسياً، لكنني بحاجة أن أضع حدوداً تمنع الاستهلاك العاطفي. وأخيراً، تعلمت أن الطيبة ليست ضعفاً أبداً، بل هي أعلى درجات القوة. لكن الذكاء هو أن تحسن استخدامها مع من يقدرها فقط.